الحلقة اللي فاتت جانا تعليقات كتير منكم. شكرا لكل واحد كاتب رأيه. في الحلقة دي هنجاوب على كل التعليقات المهمة، ونبدأ بأشهر سؤال ظهر عندنا من نانوو: أشتري بيت ولا أستأجر؟ هنعرض رأي الخبراء بأرقام واضحة وبساطة، ونرد كمان على اللي قال إن كلهم حرامية. يلا بينا. أولا، فكرة عامة. لو هنتكلم بمنطق الخبراء، القرار مش مجرد البيت كويس أو الإيجار كويس وبس. القرار بيعتمد على وضعك المالي، خططك للمستقبل، هتقعد هنا كام سنة، والسوق المحلي. رد على نانوو: نشتري ولا نأجر؟ بالأرقام والأمثلة. المعطيات: متوسط سعر بيت نموذجي 300 ألف دولار. متوسط سعر الفائدة على قروض السكن الآن 6.5% سنويا. متوسط الإيجار 1500 دولار للشقة غرفة واحدة، و1700 دولار لشقة غرفتين. حساب مبسط لتكلفة الملكية الشهرية. مثال عملي: لو أخذت قرض سكن ل300 ألف دولار لمدة 30 سنة بمعدل 6.5%، القسط الشهري يساوي حوالي 1996 دولارا تقريبا، مقسوم بين فائدة وأصل القرض. لكن القسط مش كل حاجة، لازم نضيف ضريبة الملكية حوالي 4000 دولار سنويا، يعني حوالي 333 دولارا شهريا. تأمين منزل حوالي 100 دولار شهريا. صيانة واحتياطيات حوالي 1% من قيمة البيت سنويا، حوالي 3000 دولار، يعني 250 دولارا شهريا. المجموع الشهري للملكية تقريبا. قسط البنك حوالي 1996 دولارا. ضريبة وتأمين وصيانة حوالي 684 دولارا. المجموع يساوي حوالي 2580 دولارا شهريا. قارن ذا بالإيجار: شقة غرفة واحدة 1500 دولار شهريا، شقة غرفتين 1700 دولار شهريا. الخلاصة: في المثال ده الملكية أغلى بحوالي 600 لغاية 1000 دولار شهريا من الإيجار. لكن الملكية بتديك ميزة: بناء ملكية equity مع الوقت، وإمكانية ارتفاع قيمة البيت. الفرق بين اللي بيدفع فائدة واللي بيروح للبيت: في أول سنين القرض معظم القسط يروح فائدة، والجزء الأصغر يروح لتسديد أصل القرض. مثال: في السنة الأولى من حوالي 24 ألف دولار دفعتهم، ممكن 19 ألف يروحوا فائدة و5 ألاف بس يروحوا للملكية. مع مرور الوقت النسبة بتتغير وتبدأ تبني ملكية أسرع. يعني في البداية تحس إنك بتدفع للبنك أكتر ما بتبني ملكية، وده طبيعي في نظام القروض. طيب لو استأجرت ووفرت الفرق؟ لو استأجرت غرفة واحدة ب 1500 دولار بدل ما تشتري وتدفع 2580 دولار، الفرق يساوي حوالي 1080 دولار شهريا. لو وفرت الفرق ده واستثمرته بمتوسط عائد 6%، بعد 10 سنين ممكن يبقى عندك حوالي 170 ألف دولار. رقم كبير ممكن تستخدمه كدفعة أولى لبيت أو مشروع. يعني لو مش مستقر أو لسه بتجرب الحياة في أمريكا، الإيجار زائد الاستثمار ممكن يكون قرار ذكي. طيب إمتى الشراء منطقي؟ الخبراء بيقولوا لو ناوي تقعد 5 إلى 7 سنين على الأقل، الشراء منطقي، لأن تكاليف التحويل والعمولات والصيانة محتاجة وقت عشان تتغطى. لو دخلك ثابت وتقدر تتحمل الصيانة والضرائب، الشراء ممكن يكون أحسن. رد على تعليقي كلهم حرامية. واحد كتب كلهم حرامية. الحقيقة لا، ده مش سرقة. السوق الحر شغال بالعرض والطلب. البائع يعرض، المشتري يوافق أو يرفض. البنك بيقرضك مقابل فائدة، ودي خدمة. الوكيل بياخد عمولة لأنه بيقدم خدمة. مفيش حد بيجبرك تشتري أو تقترض، انت اللي بتحدد مقدرتك. الخلاصة مش سرقة، ده نظام اقتصادي. وظيفتك إنك تفهم اللعبة وتختار الصح لنفسك بعيد عن مغريات العروض. نصائح عملية سريعة: ما تشتريش بس عشان الناس كلها بتشتري. احسب كل التكلفة الشهرية: قسط زائد ضرائب زائد تأمين زائد صيانة. قارنها بالإيجار، ولو هتأجر استثمر الفرق. لو مش متأكد، الإيجار حل مؤقت ممتاز. رد على تعليق تاكس 10,000 في السنة. مظبوط، في بعض المناطق ضريبة الملكية عالية جدا، في أماكن ممكن توصل ل10,000 دولار سنويا. ده بيغير الحسابات تماما، عشان كده لازم تشوف مدينتك انت وتبني قرارك عليها. الخلاصة النهائية: أقل من 5 سنين غالبا الإيجار أفضل. أكتر من 7 سنين ودخلك ثابت، الشراء ممكن يبرر نفسه. القرار في الآخر بيعتمد على ظروفك مش على نصايح عامة. إخلاء مسؤولية: المعلومات دي عامة للتوضيح ومبنية على أرقام تقريبية. قبل أي قرار مالي كبير لازم تستشير مستشار مالي أو عقاري أو محاسب ضريبي. وقبل ما نقفل، عايزين نقول شكرا لكل الناس اللي بتتفاعل معانا. اللايك والكومنت والسبسكرايب بتشجعنا نكمل. قولوا لنا في الكومنتات بتشوفونا منين، ولو في أمريكا من أي ولاية، ولو عندك نفس الاختيار هتشتري ولا هتأجر، وليه. سلام.